بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة تانية ثانوي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم. مراجعة الشهر الأول شهر أكتوبر. عملنا لك حاجة جميلة جدا 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 تساعدك وانت داخل امتحان الشهر اللي جاي. أولا احنا عملنا لك شيت رائع جدا، 10 ورقات. ال10 ورقات فيهم كل حاجة، فيهم شرح، فيهم حل، فيهم تفاصيل، كل حاجة هتحتاجها على يونت 1، على يونت 2، على تشابتر 1، على تشابتر 2. قبل ما نبدأ المراجعة بتاعتنا أحب أقول لك إن الفايل اللي هو بنشتغل منه ال10 ورقات موجودين في الديسكريبشن بتاع الفيديو PDF. لو سمحت اعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا عشان بعد كده أي حاجة ننزلها لك تبقى مستعد ليها، تراجعها أول بأول وتاخد بالك منها. عايز بقى حضرتك كده أو حضرتك تحضر كشكولك الجميل، قلمك الفظيع، هايلايتر مجرم، عشان هنكتب حاجات وهنزود حاجات ونركز على حاجات. بالله عليك فوق. أول حاجة عملناها لك يا صديقي إن إحنا لمينا لك كل الفوكب، وقلنا المنهج بتاعك قوي جدا وفي كمية فوكب مهمة جدا. لمينا لك كل الفوكب والاكسبريشنز والسينونيم والانتونيم ورا بعض مع بعض عشان ما تتوهش، عشان ما تستتقلش الدنيا يا سوسو. خلي بالك كده وصحصح نفسك. تعال نبدأ. المفروض اللي حضرتك دلوقتي عملت داونلود للفايل دوت، او المفروض اللي حضرتك طبعته عشان تبدأ تتفرج على المراجعة وانت جاهز. كان أول حاجة يا مستر كلمة اسمها استراتيجيك. يعني إيه يا مستر استراتيجيك؟ يعني حاجة استراتيجية، خلي بالك منها أرجوك. طيب كلمة achievements، يعني إيه يا مستر achievements؟ إنجازات. الكلمة دي مهمة واكتب لي عليها very important لو سمحت. كلمة achievements إنجازات. خلي بالك من الكلمتين اللي جايين أحلى وأشيك من بعض. كلمة collaboration وبتساوي كلمة cooperation. كلمة collaboration وبتساوي كلمة cooperation. الكلمتين معناهم التعاون. قلنا يا شباب إن كلمة collaboration أو كلمة cooperation الكلمتين طبعا very important. التعاون. كلمة cross border عبر الحدود. artistic فني، الكلمة دي مهمة جدا. convoy قافلة. convoy قافلة، اكتب عليها very important لو سمحت. capacity قلت قدرة. summit قمة. لما أقول لك يا مستر Arab summit القمة العربية، كلمة مهمة خلي بالك منها، كلمة summit. sustainable من الكلمات المتكررة، خلي بالك كلمة sustainable مستمر أو مستدام. علم معايا على الكلمات اللي بتذاكرها واللي تخلي بالك منها، مستمر أو مستدام. كلمة stable مستقر أو ثابت. climate resilient يعني مقاوم لتغيير المناخ. drought tolerant مقاوم للجفاف. خلي بالك كلمة advantages يعني خلي بالك مريح. delegate مندوب. delegate مندوب أو يفوض. كلمة conference مؤتمر. very important كلمة مهمة. access اوعى تنسى بقى نبدأ اللعب بتاعنا، نبدأ الحركات بتاعتنا. أولا كلمة adopt يتبنى. قلت يتبنى طفل، يتبنى فكرة، يتبنى مشروع. قلت يا مستر خلي بالك لو غير الحرف، لو خلاها بالاي adapt يعني يتأقلم مع، أو اكتب معايا بقى بالله عليك، أو يتكيف مع وتاخد to، اسمها adapt to. يبقى adopt يتبنى، أما كلمة adapt to يتأقلم مع أو يتكيف مع. contribute يساهم. قلنا يا مستر اسمها contribute to. contribute to، وبالرغم ان فيها to ما بيجيش وراها infinitive. خلي بالك يا صديقي، يا رب تجيب مجموع كبير كده. اكتب contribute to يساهم برغم اللي فيها to، بس بيجي بعدها noun اسم او gerund ing. contribute to noun اسم او ing. كلمة cite يستشهد. post خلي بالك دبل او يا صاحبي، دبل او يا صاحبي. يعني ايه post؟ يعني يعزز او يدعم. قلنا يا مستر زي promote وزي support، ومعاهم كمان كلمة خطيرة عسولة تبع post اللي هي يا مستر enhance. كل ده اكتب يا صديقي،
كل ده يعزز أو يدعم. يبقى boost promote support enhance. combat يكافح. affordable deepen يوطد أو يرسخ. الكلمة دي مهمة جدا. textiles قلنا المنسوجات. لما احنا كنا export بنصدر textiles كلمة مهمة وخلي بالك منها أرجوك. الأنسجة أو المنسوجات. كلمة textiles الأنسجة أو المنسوجات. engagement مشاركة أو تفاعل أو خطوبة. خلي بالك. كلمة foster يعزز. طيب تعالى الجزء الثاني. الكلمتين دول أشيك من بعض. الكلمتين دول مهمين قوي. كلمة infrastructure تاني. كلمة infrastructure كلمتين أشيك من بعض بصراحة. البنية التحتية. يعني إيه يا مستر البنية التحتية؟ يعني الأساسيات. لما قلنا يا مستر الطرق كباري خلي بالك وسائل النقل كل الحاجات دي اسمها infrastructure البنية التحتية. كلمة initiative. كلمة initiative مبادرة. مصر كانت عاملة حياة كريمة initiative مبادرة حياة كريمة. expert خبير خلي بالك جدا من الكلمتين. impressive facilities تسهيلات أو مرافق. خلي بالك زي مثلا النادي ده فيه facilities مرافق كتير وخدمات كتير. كلمة transform يحول. vaccine لقاح أو مصل. لقاح أو المصل. technical financially حاجة ماليا ودايما اللي آخرها ly بتبقى adverb حال. joint اوعى تنسى الكلمة الخطيرة. كم كلمة تحت بعض في غاية الأهمية. تعال نشوف. كلمة establish يؤسس أو ينشئ. الكلمة دي قلت لو قال لك سينونيم ليها في كلمتين أشيك من بعض. أولا بتساوي كلمة found يؤسس وبتساوي كمان يا صديقي set up. يبقى كلمة establish يؤسس. اكتب كل كلمة بالله عليك. بتساوي كلمة found وبتساوي كلمة set up. integration تكامل أو اندماج. integration كلمة مهمة تكامل أو اندماج. hybrid قلت هجين. ده لما أقول لك hybrid car سيارة هجين يعني بتمشي بالبترول أو بالبنزين والإلكتريسيتي الكهرباء. empower يمكن. كلمة enterprise من أهم الكلمات. قلنا enterprises يعني مشروع أو فكرة أو مؤسسة خلي بالك أو شركة. كلمة enterprise من الكلمات المهمة. import يستورد كان عكسها أهي. export يصدر. import يستورد. export يصدر. قلت لك يا صديقي فوق يا صديقي لو عايز حرف الجر قولها بالعربي تعرف تحلها. هو يا مستر يصدر إلى يبقى export to. يستورد من يبقى import from. يبقى تاني تقولها بالعربي تعرف تحلها. يبقى يستورد من import from. يصدر إلى export to. كلمة feature خاصية. funding يعني تمويل. كلمة fund يعني يمول. اوعى تنسى كلمة expand يوسع. يبقى expanding التوسع. launch يطلق أو إطلاق. لما قلنا يطلق حملة اسمها launch a campaign. launch a campaign يطلق حملة. طيب yield المحصول أو الناتج. yield خلي بالك منها كلمة مهمة. كلمة yield الناتج أو المحصول. اكتب لي عليها very important لو سمحت. manufactured مصنع. manufactured مصنع. reliance اعتماد على شيء. security الأمن سهلة. significant مهم أو ذو مغزى. كلمة مهمة. كلمة significant الكلمة دي adjective مهمة أو حاجة لها مغزى. occupy يشغل. scholarship منحة دراسية. لما كان بيقول لي يا جماعة دايما في الكوبريشن أو الكولابوريشن التعاون اللي بين مصر ودول أفريقيا كنا بنبعت scholarships منح دراسية. خلي بالك نستقبل الناس كمان. خلي بالك scholarship منحة دراسية. potential إمكانية
varieties أصناف أو متنوعات. كلمة varieties. صح كده معايا بالله عليك. خش لي على الجزء اللي بعده. يلا يا دكتور كده، أنا عارف يا مستر اللي أنت ولد شاطر ولد جميل. طيب تعالى كده يا مستر. عندي يا مستر كلمة region. يعني إيه يا مستر region؟ يعني إقليم أو منطقة، خلي بالك منها. طيب solar panel مهمة جدا الكلمة دي يا شباب، مهمة جدا. solar panels اللي هي الألواح الشمسية اللي بتستمد solar power الطاقة الشمسية. solar panels اكتب يا عسلية، اكتب يا سوسو، اللي هي الألواح الشمسية. multiply متعدد. solar powered اوعى تنسى ان الكلمة دي adjective صفة، يعني يجي بعدها اسم. يعني لو عايز اقول لك عربيات بتشتغل بالطاقة الشمسية اقول لك solar powered cars، solar powered vehicles حاجات بتمشي بالطاقة الشمسية. resources موارد. limitations قيود أو حدود. اوعى تنسى الكلمة دي مهمة جدا. قلت milestone إنجاز مهم، محطة بارزة. milestone اوعى تنساها، إنجاز مهم أو محطة بارزة. الكلمات دي هتجيلك في الامتحان يا صديقي. مايلستون قلت يا مستر إنجاز مهم أو محطة بارزة من أهم الكلمات. كنا اتكلمنا برضو يا صديقي على كلمة rural. كلمة rural حاجة ريفية. لو قال لك كمان يا صديقي عكسها حاجة تبع المدينة بنقول عليها حاجة حضرية اسمها urban. يبقى كلمة rural حاجة ريفية، عكسها كلمة urban يعني مدني، يعني حضري، حاجة مدنية أو حضرية. priority مهمة priority الأولوية. الكلمات بدأت تشد يا صديقي، فوق كده بالله عليك، اجمد وصحصح. كلمة priority الأولوية. participate يشارك، حرف الجر بتاعها اكتبه in. participate in بتساوي يا صديقي take part in. كلمة يشارك participate in أو take part in. participate in أو take part in. renewable energy الطاقة المتجددة. اوعى تنسى الكلمة العسلية الجميلة دي اللي هي كلمة mutable. قلت mutable متبادل، mutable متبادل، خلي بالك منها. solidarity التضامن. administration إدارة، خلي بالك. advantages قلت مزايا، دايما يقول لك advantages and disadvantages المزايا والعيوب. ده قلت يا مستر بتساوي كلمتين في غاية الأهمية. لو عايز تقول مزايا وعيوب عندك أكتر من كلمة، الأولى أهي advantages and disadvantages. طب إيه تاني يا مستر؟ قلت يا مستر إن ممكن أقولها pros and cons. ممكن أقولها برضو يا مستر طبعا pros and cons برضو مزايا وعيوب. ممكن أقولها يا صديقي merits and demerits، برضو merits and demerits مزايا وعيوب. approach نهج، كلمة مهمة، كلمة مهمة. نهج أو أسلوب، خلي بالك، أو طريقة، نهج أو طريقة أو أسلوب. كلمة approach نهج أو طريقة أو أسلوب. aviation الطيران. طلعت حرب لما عمل بنك مصر بدأ يعمل شوية industries صناعات زي shipping الشحن، زي aviation الطيران، زي فيلم ميكينج صناعة الأفلام. خلي بالك كلمة مهمة كلمة aviation. commitment الالتزام، كلمة خطيرة، اجمد شوية صديقي. كلمة commitment اللي هو الالتزام. competition مسابقة. consumer مستهلك، خلي بالك. convince يقنع، اوعى تنسى الكلمة دي مهمة. ولو قال لك يا صديقي عايز سينونيم ليها مرادف لكلمة convince قلت يا مستر، قلت يا صديقي بتساوي كلمة persuade. كلمة convince بتساوي كلمة persuade يقنع. يبقى اقنع حد بحاجة اسمها يا مستر convince أو persuade. countless لا يعد لا يحصى. كلمة craft اوعى تنسى الحرف اليدوية.
كلمة craft حرف يدوية. طيب cultivation الزراعة، كلمة cultivation الزراعة زي كلمة farming، وكمان يا صديقي معاها كلمة agriculture. يلا يا صديقي، يبقى كلمة cultivation، فوق بالله عليك، يا رب تجيب مجموع كبير كده، فوق. خلي بالك cultivation الزراعة بتساوي، اوعى تنساها، اكتب وسجل farming أو cultivation أو agriculture. دايما بنقول لطلابنا خلي بال حضرتك إن السنة الجاية الإنجليش عليه درجات عالية في مجموعك، ودي لغة خلي بالك تراكمية. اللي بتدرسه دلوقتي بيتكرر، واللي بيدرسه دلوقتي بيجي كتير. خلي بالك جدا من النقطة ديت. كلمة culture الثقافة أو الحضارة، dedicate يكرس. يعني إيه يا مستر يكرس نفسه الحاجة؟ يعني يتفانى الحاجة، يعني يخلي في حياته كلها الحاجة ديت. طيب dramatically، خلي بالك حاجة طبعا بشكل كبير. eco friendly صديق للبيئة. economic، قلنا economic اقتصادي، خلي بالك زي لما اقول لك النظام الاقتصادي او النمو الاقتصادي. اما لو قلت كلمة economica ده اقتصادي يعني موفر، اقتصادي او موفر. لما اقول لك العربية بتاعتي economica موفرة في البنزين، الراجل ده economica موفر جدا ما بيصرفش كتير. كلمة effort مجهود، اوعى تنسى enhance. قلت يعزز أو يقوي، وقلت أكتر من كلمة بتساويها للسائلين زي promote، زي كلمة post، خلي بالك يا صديقي، زي كلمة support، ممكن تقول encourage، ممكن تقول improve. كل الكلمات ديت خلي بالك synonym لكلمة enhance أو promote أو post أو support. كل دول يعزز أو يقوي، كل دول يعزز أو يقوي. اوعى تنسى كانت كلمة في يونت 2 من أهم الكلمات entrepreneur، مهمة جدا جدا. كلمة entrepreneur رائد أعمال، راجل أعمال ناجح صغير في السن. كلمة فايبر ألياف. فيلم ميكينج من الحاجات اللي اشتغل فيها طلعت حرب لما أسس خلي بالك البنك اللي هو بنك مصر. طيب فاينانشال مادي. فاونديشن مؤسسة أو أساس، كلمة فاونديشن مؤسسة أو أساس زي ما أقول لك كده بتساوي كلمة اللي هو حجر الأساس ground work. خلي بالك منها لو سمحت. يبقى كلمة فاونديشن مؤسسة أو أساس، ممكن يبقى سينونيم ليها اللي هو حجر الأساس اللي هو يا دكتور جراوند وورك. فاوندر مؤسس. خلي بالك من الكلمة اللي جاية، الكلمة دي مستر هي تتنطق graduate ولا graduate على حسب الاستخدام. يعني إيه؟ يعني لو عايز أقول يتخرج لو جاية verb تبقى graduate، يبقى لو عايزها verb يتخرج graduate، ده لو جاية verb. ولو جاية verb يتخرج حرف الجر from، لو جاية verb يتخرج حرف الجر from. I graduated from عين شمس University. يبقى كلمة حتى نطقها تتنطق graduate لو جاية verb لو يتخرج. طب لو جاية يا مستر noun خريج، يبقى ساعتها البريبوزيشن حرف الجر بتاعها of. I am حتى نطقها graduate. I am a graduate of عين شمس University. أنا خريج جامعة عين شمس. يبقى كلمة graduate لو جاية verb يتخرج تاخد from. طب لو جاية noun اسم يبقى خريج وتاخد of. طيب كلمة خطيرة كلمة heritage. يعني إيه يا مستر heritage؟ يعني التراث. كلمة heritage اللي هو التراث. كلمة identify اوعى تنسى اللي هي يا مستر يتعرف على. impact تأثير أو يؤثر. خلي بالك لو جاية noun اسم، ودي هي لو جاية verb. لو جاية noun بتساوي كلمة influence، كلمة influence تأثير أو impact. impact يبقى effect آسف.
لو جاية noun influence أو effect تأثير. طب لو جاية verb ممكن برضو influence أو affect. خلي بالك اللي effect بالإي ده noun الاسم تأثير. أما يا صديقي يلا يا عسل يلا يا سرحان، أما لو جاية بالإي دي verb يبقى اللي بالإي noun واللي بالإي verb. قلنا من الكلمات المهمة جدا 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 كلمة independence. خلي بالك لا مش استغلال، استقلال. اعدلها لو سمحت. استقلال. كلمة independence الاستقلال. كلمة industry خلي بالك الصناعة، بتساوي يا صديقي كلمة اسمها manufacture. كلمة industry الصناعة بتساوي كلمة اسمها manufacture. اوعى تنسى التفرقة الحلوة. inspire يلهم. قلت يا مستر هاني مجدي is the most inspiring teacher. طب inspire يلهم كان في كلمة aspire. خلي بالك من الكلمات اللي شبه بعض اللي بيجيبها في الامتحان. وكان فيها مستر برضو كلمة conspire. وكان في كمان يا مستر كلمة respire. تعال نشوف الأخبار. طب هي inspire يلهم ودي كلمة مهمة وخلي بالك منها دي كلمة inspire. طب كلمة يا مستر aspire يطمح أو يأمل. أقول لك I aspire to join the faculty of engineering. أنا بطمح بأمل إني أدخل كلية هندسة. يبقى aspire يطمح أو يأمل. طب كلمة conspire يتآمر، عملوا مؤامرة. كلمة conspire يتآمر، عملوا عليها مؤامرة. طب كلمة respire يتنفس. كلمة respire يتنفس، خلي بالك منها. يبقى inspire يلهم، aspire يطمح، conspire يتآمر، respire يتنفس. institution كلمة مهمة جدا، كلمة مهمة جدا كانت في يونت 2. مؤسسة أو معهد. medium painting. partners شركاء، طبعا partnership اللي هي الشراكة. اوعى تنسى لما كان بيتكلم على القرية اللي في مرسى مطروح اللي بتعمل فيج التين وقال لك التين ده بيبقى اورجانيك without pesticides. يعني ايه pesticides؟ من غير اي مبيدات. دايما يا جماعه المنتجات الجميله اللي بتبقى اورجانيك عضويه اللي بتبقى طبيعي 100% اللي without pesticides بدون اي تدخل للمبيدات الحشريه. without pesticides. طيب قلت يا مستر الكلمه دي في غايه الأهمية. كلمة page يعني فكرة مشروع أو بيعرض فكرة عشان يقنع الآخرين. فكرة مشروع. كلمة portion جزء أو نسبة. preserve كلمة مهمة. preserve يحفظ أو يحافظ على. كلمة preserve يحفظ أو يحافظ على. كلمة rental تأجير أو إيجار. كلمة rental تأجير أو إيجار. فوق نفسك كده بالله عليك. تعالى كده يا شباب نكمل جزء الفولكب. عندك كلمة require يعني يتطلب، وهنعرف دلوقتي require وacquire وinquire. resilience صمود أو مرونة. صمود أو مرونة زودها. sit back مهمة جدا جدا جدا، كلمة very important. إخفاق أو نكسة. خلي بالك وقعة وقعت يا عم قوم وقف واسند نفسك. sit back. significant بارز مهم. كلمة single use يستخدم مرة واحدة. speciality تخصص. startup مهمة جدا جدا، ده كانت عنوان يونت 2. startup شركة في بدايتها، شركة ناشئة. كلمة مهمة وخلي بالك منها. كلمة startup شركة ناشئة. unique فريد من نوعه. untiring ما يملش. various متنوع. vision كلمة vision اللي هي رؤية مستقبلية. رؤية مستقبلية very important الكلمة ديت. volunteer متطوع أو يتطوع، يبقى verb أو noun. خلي بالك لو حطيت لها ing كلمة volunteering التطوع نفسه. كلمة volunteering التطوع نفسه. مطلوب من حضرتك جدا يا شباب اللي انت تقرا الاكسبريشنز والسينونيم والانتونيم كويس جدا. انا ملخص لك كله في شيت واحد 10 ورقات.
ما عندكش حجة يا صديقي. طيب قريت الاكسبريشنز، قريت السينونيم والانتونيم. خلي بالك بقى، هتلاقي بعد كده جزء كده لشوية تفريقات من أجمل ما يمكن. يعني مثلا يا مستر هنا بيقول لي إيه الفرق بين لوكيشن وبوزيشن؟ لوكيشن موقع، خلي بالك جغرافي، خلي بالك، أو موقع كمان تصوير، أو موقع تصوير. أما كلمة بوزيشن خلي بالك يا مستر مكانتك، وظيفتك أو مركز في الملعب. أقول لك على فكرة مستر ده أبو تريكة ده خط وسط، ده البوزيشن. impressive مؤثر، خلي بالك. أما impressed شخص منبهر. طيب التانية بتيجي مع الأشخاص. event حدث مهم، خلي بالك، أو مشوق. أما incident حدث غير عادي. التفرقة دي مهمة جدا. الفرق بين require و acquire و inquire. قلت require يتطلب، لما أقول لك الشغلانة دي requires experience بتتطلب خبرة. كلمة acquire يكتسب، خلي بالك زي gain. أما كلمة inquire قلنا تيجي بالآي أو بالإي، تيجي بالاي او بالاي، يسال او يستفسر على حاجه ويقول لك about. رحت محل وعجبني التيشيرت دوت، I want to inquire about the price. I want to inquire about the price. انا عايز استفسر على الثمن. قلنا الفرق بين economic وايكونوميكا. قلت economic اقتصادي متعلق بالاقتصاد، لما اقول لك economic growth النمو الاقتصادي، economic development. أما economica قلت موفر، موفر، ممكن شخص موفر، عربية موفرة. post double O يعزز أو يدعم. أما post اللي هي يتفاخر أو يتباهى. جبت لك يا صديقي شوية جمل على الفوكب، عايزين بقى من حضراتكم كده بالله عليك تفوق جدا في الجمل ديت. طبعا أعلمك حاجة وخلي بالك منها. هنعمل إيه يا صديقي؟ احنا هنختار بعض الجمل او جزء من الجمل هنحله مع بعض. طب والجزء التاني يا مستر هتلاقي شيت PDF بالموديل انسر بتاع كل الكلام دوت. فهنمسك في جزء الفوكاب الاولاني دوت. خلي بالك هنا يا مستر نبدا كده مع بعض وناخد لنا 20 25 جمله نشوف اخبارهم ايه. خلي بالك كده يا صديقي وفوق. اول جمله بيقول لي the project succeeded المشروع نجح because of the cooperation بسبب التعاون اللي بين التيم members أعضاء الفريق. عايز يا مستر سينونيم لكلمة cooperation. اتفقنا اللي في بعض الجمل ممكن يديلك 5 اختيارات، انت يا مستر محتاج منهم إجابتين. يبقى أنا هنا يا مستر عايز إجابتين. كلمة cooperation تعاون، وركز جدا عايز سينونيم ولا انتونيم؟ عايز سينونيم. طبعا يا مستر ما ينفعش conflict صراع، لا ممكن collaboration ده تعاون. وممكن كمان يا صديقي partnership اللي هو الشراكة أو التعاون. يبقى الكلمتين اللي بيساوي cooperation collaboration و partnership التعاون أو المشاركة. فهو كده بالله عليك. تعال نخش على نمبر 2. خلي بالك شباب الاكسرسايزز دي على يونت 1. طيب نمبر 2 the school promotes. طبعا promote بتعزز. integration التضامن، التضامن ما بين الستودنتس from diverse background. عايزة يبقى في تضامن مع الأولاد مع بعض. المرة دي عايز الانتونيم عكس كلمة integration. طب هي integration تضامن يبقوا مع بعض، عكسهم يسيبوا بعض. يبقى يا مستر يونيتي، لا يونيتي دي بتساويها، ولا combination ده اتحاد. عكسها separation طبعا اللي هو عزل الطلاب عن بعض. وممكن كمان letter B اللي هي isolation اللي هو برضو عزل الأولاد. طيب تعالوا نخش على الجمل بتاع الاختيار الواحد. The two countries الدولتين signed two agreements مضوا، خلي بالك، اتفاقات على improving اللي هم يحسنوا economic طبعا التعاون الاقتصادي، يبقى economic cooperation التعاون الاقتصادي. يا مستر is the basic physical and organizational structure and facilities needed for the operation. طبعا الأساسيات، أول ما يقول لك الأساسيات يبقى البنية التحتية طبعا infrastructure. كلمة infrastructure اوعى تنسى يا صديقي البنية التحتية.
كلمة infrastructure البنية التحتية. طيب إيه يا مستر is a point of entry or access؟ المدخل اللي هي البوابة أو المدخل gateway. كلمة gateway البوابة أو المدخل. كلمة gateway اكتب يا صديقي البوابة أو المدخل. المحلة سيتي، في المحلة بيعملوا إيه؟ خاصة أو بيصنعوا إيه؟ سلك من الحرير والقطن، طبعا منسوجات تكستايلز. طبعا يا مستر تكستايلز خلي بالك يا صديقي المنسوجات، يبقى بيعملوا المنسوجات يبقى تكستايل. طيب number 5 a deep يا مستر respect and understanding developed between the two countries. الاحترام والتفاهم المتبادل. طبعا متبادل mutual. طبعا يا مستر كلمة mutual يعني متبادل. التفاهم خلي بالك والاحترام المتبادل. Egypt occupies a unique مصر ليها خلي بالك مكانة كبيرة، مكانة فريدة من نوعها، ودي جملة من كتاب المدرسة. طبعا a unique position مكانة فريدة من نوعها، مكانة فريدة من نوعها. Egypt serves as a vital aid for trade. مصر تعتبر مدخل رئيسي، بوابة رئيسية للتريد، للتجارة، للcultural exchange، للتبادل الثقافي والحضاري. مدخل وبوابة أساسية للتجارة يبقى gateway. طبعا gateway مدخل أو بوابة رئيسية. Our government has launched الحكومة أطلقت several to promote عشان تعزز economic development التطور الاقتصادي. عملت مبادرات، طبعا مبادرة initiative، يبقى عملت initiatives اللي هي مبادرات. يبقى الحكومة عملت initiatives مبادرات. Egypt has the ability مصر لديها القدرة and determination عزيمة إصرار. مصر لديها القدرة والعزيمة والإصرار to restore عشان تخلي peace السلام والاستقرار. كلمة الاستقرار stability في العرب region في المنطقة العربية. كلمة stability خلي بالك يا صديقي الاستقرار. يبقى مصر بتحاول تحافظ على peace السلام، على stability الاستقرار. The cost of accommodation خلي بالك تكلفة accommodation يعني الإقامة. تكلفة الإقامة this hotel في الفندق ده بيشمل، طبعا بيشمل يبقى include، يشمل الميلز الوجبات. خلي بالك contain يحتوي على لو حاجة جواها حاجة، consist لازم of اللي هو يتكون من. طيب كمل يلا يا صديقي، فوق نفسك كده بالله عليك، كمل بقية الاكسرسايزز على يونت 1. خش على نمبر 11 هنحل جزء معين والباقي كده كده هتلاقيه في شيت الموديل انسر بتاع حضرتك. طيب نمبر 11 scientists have developed العلماء طوروا new maize varieties حاجة يا مستر that yield up اللي بتوفر أو بتنتج حوالي 40%. طبعا يا مستر حاجة خلي بالك هجين يبقى hybrid، يبقى hybrid maize، hybrid maize. organic farming الزراعة العضوية organic farming is everywhere because people prefer healthier food. طبعا العضوي من غير مبيدات بدأ يتوسع، بدأ ينتشر، يبقى is expanding. قلنا expand يتوسع أو ينتشر. is money that is given to support a project. التمويل، تمويل المشاريع اسمه funding. قلت كلمة funding التمويل، الفلوس اللي بتدفع عشان تبني بيها أو تبدأ بيها المشاريع. The government wants to encourage الحكومة عايزة تشجع sustainable self-sufficient communities. يا ترى المجتمعات، يا ترى rural الريفية، ما هي rural يعني ريفي، ولا urban حضري بتاعت المدن مدني، ولا industrial صناعي، ولا digital رقمي.
أنهي مجتمعات عشان تعمل تطور؟ إيه ده حلها لي في الفيلجز، في القرى. طالما حاجة في القرى تبقى حاجة ريفية طبعا يا مستر rural. كلمة rural حاجة ريفية. We should go on working together. نشتغل مع بعض. In A it will be profitable. كلمة profitable يعني حاجة مربحة. يبقى نشتغل مع بعض، نعمل شراكة بينا، يبقى طبعا partnership. partnership يعني شراكة. كلمة case يعني الفوضى. كلمة case يعني الفوضى. is a mix of two different things. خلي بالك especially مستر ميكس من حاجتين. خلي بالك عشان تخلي الحاجة أفضل يبقى هجين، يبقى hybrid. حاجة هجين. After receiving urgent medical care بعد الحصول على العناية الطبية العاجلة the patient's condition حالة المريض دلوقتي إيه؟ والدكتور بيتوقعه full recovery يعني شفاء تام. يبقى حالة المريض دلوقتي مستقرة تبقى stable. طبعا stable يعني مستقر. يبقى الحمد لله تدخل الدكاترة مستر ظبطوا الدنيا وحالته دلوقتي مستقرة. Many people eat their money in real estate. مستر بيستثمروا مشاريعهم وفلوسهم to get profit عشان يحققوا ربح، يبقى invest. كلمة invest يعني يستثمر. كلمة invest يعني يستثمر. طيب خش على الجزء اللي بعد كده من أول يا صديقي number 19. Airports المطارات have strict measures. خلي بالك من الاكسبريشن ده والكلمة دي اسمها security measures. security measures يعني هو بيقول لي protect passengers عشان يحموا الركاب. يعني ايه security measures؟ يعني اجراءات السلامة او اجراءات الامان. اكتبها بالله عليك وفوق. كلمة security measures على بعضها كده يعني اجراءات السلامة او اجراءات الامان. اجراءات السلامة او اجراءات الامان. ايه يا مستر is the process of bringing دي فيها different groups or system together اللي انت يبقى في تضامن مجاميع مع بعض. طبعا يا مستر تضامن integration. قلنا عكسها isolation او separation العزل او العزلة. كلمة integration التضامن. طيب health care services خدمات الرعاية الصحية in E areas is essential مهمة وضرورية عشان نعلي مستوى الناس اللي عايشين أو الفيليجرز أهل القرى. كده حلها. طالما لقيت يا جماعة في الجملة، طالما لقيت يا صديقي، طالما لقيت يا عسلية كلمة village قرية أو villagers اللي هم أهل القرى يبقى عايز حاجة ريفية. طالما لقيت في الجملة كلمة village قرية أو villagers أهل القرى يبقى عايز حاجة ريفية. طبعا يا مستر تبقى rural. كلمة rural حاجة ريفية. عكسها كلمة اوعى تنسى urban حضري أو مدني. Because living expenses كلمة living expenses يعني نفقات الحياة. بسبب إن نفقات الحياة دلوقتي بقت هاي عالية جدا. many families عائلات كتيرة جدا have difficulty themselves ما بيقدروش يمولوا نفسهم. يبقى funding. قلنا funding تمويل. is a help or assistance given to someone in order to achieve a goal. الدعم اللي انت بتقف جنب حد عشان يقدر اللي هو overcome a problem. overcome يعني يتغلب على. عشان يقدر يتغلب على مشكلة معينة طبعا يا مستر يبقى تدعمه أو تقف جنبه يبقى support. تبقى support. طيب the manager followed the correct A to hire new employees عشان يوظف. hire يعني يوظف. new employees موظفين جداد. المدير اتبع طبعا يا مستر الإجراءات المناسبة يبقى correct procedure. procedure يعني الإجراءات. لما قلنا security procedures إجراءات الأمان أو السلامة. طيب
The Ministry of Education وزارة التربية والتعليم is trying to develop a training between its technical schools والfamous industrial companies. عايزة تعمل شراكة ما بين خلي بالك المدارس وما بين الشركات الصناعية. طبعا يا مستر شراكة يعني partnership. طبعا يا مستر partnership اللي هو الشراكة. على فكرة كلمة competition من الكلمات المهمة يعني مسابقة أو منافسة. كلمة competition يعني مسابقة أو منافسة. إيه يا مستر means not changing too much اللي أنت تبقى ما بتتغيرش كتير. It's strong and steady تبقى ثابت كده. طبعا ثابت ما بيغيرش يبقى stable. خلي بالك ده جزء حليناه من الفوكاب بتاع يونت 1. عايزك تحل الباقي لوحدك وتبص على الشيت بتاع الموديل انسر. تعالى نبص على جزء كمان. تعالى نشوف جزء كمان بس المرة دي نحل جزء مع بعض من يونت 2. تعالى كده يا مستر للبيج اللي وراها على طول عند مستر هاني مجدي يا ولا. طيب تعالى نحل جزء كده من الفوكاب بتاع يونت 2 وحضرتك لسه فايق وحضرتك كده حد جميل. نبدأ مع بعض يلا بينا بسم الله. تعال نبدأ في يونت 2. My mother refused to buy the ring. رفضت مامتي تشتري الخاتم اللي عجبني. She couldn't pay its price. مش قادرة تتحمله ماديا. كلمة يتحمل ماديا afford. يعني يا جماعة معكش تمنه. كلمة afford يعني يتحمل ماليا أو يتحمل ماديا. خلي بالك منها. يتحمل ماليا أو يتحمل ماديا. على فكرة بقية الكلمات كلمة dominate قلت يسيطر أو يتحكم. كلمة struggle اوعى تنسى يعني يكافح. والكلمة دي يا صديقي زي كلمة strive يا ريت تكتبها. كلمة risk طبعا يخاطر. طيب my cousin a flat to live after his marriage. أجر شقة يعيش فيها بعد جوازه. طبعا يأجر يبقى rent. حد فاكر بقية الكلمات؟ هو rent يعني يستأجر. الكلمات دي مهمة قوي يا جماعة. كلمة assist طبعا يساعد. كلمة inspire يلهم. وكلمة evolve زي اكتبها لو سمحت زي develop يتطور. كلمة evolve زي develop يتطور. طيب Maya bought a new A for the festival. اشترت كده outfit جامد يبقى outfit. طقم كده جامد قوي. target يعني هدف. target يعني هدف. tutoring يعني دروس الخصوصية. tutor يعني معلم. pitch قلنا فكرة مشروع. فكرة مشروع. طيب number 4 we all trust him. احنا بنثق فيه جدا. his A to do the task is beyond question. التزامه خلي بالك مفهوش كلام. كلمة التزام قلنا commitment. على فكرة معاك كام كلمة دول رايقين قوي ومهمين قوي واكتبهم يا صديقي قوي. كلمة commitment التزام. كلمة demand اللي هو بيطلب demand. كلمة inventory قلنا المخزون. الستورج الحاجات اللي مكملة عندنا أو الحاجات الباقية في المخزن بتاعنا. المخزون أو الجرد. كلمة entrepreneur زي طلعت حرب اللي هو رائد أعمال. كلمة entrepreneur زي طلعت حرب اللي هو رائد أعمال. طيب someone who starts a new business لسه قايلينها اللي بيبدأ مشروع جديد. خلي بالك عشان يعمل فلوس بيتطور بيتحمل الفاينانشال ريسكس المخاطر المالية. رائد الأعمال اللي هو طبعا يا مستر entrepreneur. قلت يا صديقي كلمة entrepreneur رائد أعمال. علي wanted to be a footballer. عايز يبقى لعيب كورة. searching for a and money عايز الشهرة والفلوس. طبعا يا مستر fame. fame يعني الشهرة. قلنا كلمة resilience مرونة زي flexibility. كلمة ancestors لو نسيها يا صديقي الأجداد أو الأسلاف. كلمة ancestors اللي هم الأجداد أو الأسلاف. قلت يا صديقي لو قال لك كلمة العسولة ديت عكسها إيه؟
كان عكسها كلمة اسمها descendants الأحفاد. كان عكسها كلمة descendants الأحفاد. Number 7. They offered to aid you many times with your task. عرضوا كتير اللي هم يساعدوك في المهام بتاعتك، بس انت اللي فضلت you preferred doing it alone. انت اللي عايز تشتغل لوحدك. عرضوا اللي هم يساعدوا، طبعا كلمة يساعدوا assist، اللي هم يساعدوك. A situation خلي بالك in which people or organizations try to be more successful than other people. خلي بالك موقف الناس عايزة تتفوق، عايزة تبقى أحسن، طبعا يا مستر than other people or organizations. خلي بالك في المنظمات اللي هو يا مستر مسابقة أو تنافس، يبقى competition مسابقة أو منافسة. خلي بالك في كلمة مهمة أوي عايز أقول عليها، كلمة foundation الأساس، groundwork. كلمة institution مؤسسة. كلمة institution يا صديقي مؤسسة. خلي بالك يا صديقي كلمة mobilization، لو فاكر لما قال لي في اليونت كلمة اسمها community mobilization يعني حشد أو تعبئة المجتمع، تجيب الناس حواليك. كلمة mobilization يعني حشد أو تعبئة. كلمة mobilization حشد أو تعبئة. لما يقول لي كلمة community mobilization حشد أو تعبئة المجتمع حواليك. طيب خش على number 9. يلا كده صديقي فوق. Due to the increasing prices بسبب الأسعار اللي عليت قوي there is a for high salaries from the employees. فيها مستر خلي بالك من الموظفين طلب إنه يعلي المرتبات، يبقى demand. طبعا demand في طلب يعلوا المرتبات مع الأسعار غليت. مين يا مستر is something that you are trying to achieve، حاجة بتحاول تحققها، هدفك طبعا يبقى target. طبعا target هدف. أما يا دكتور كلمة failure يعني الفشل. كلمة failure يعني الفشل. طيب مروة was interviewed to get a job in this great مستر. هي قدمت في الوظيفة تحصل على وظيفة في المؤسسة الرائعة ديت العظيمة ديت in this great organization. طبعا organization في المؤسسة الجميلة ديت. yesterday morning امبارح الصبح علي set off يعني start the journey يعني يبدأ المشوار. يعني يبدأ المشوار أو يبدأ الرحلة. واد علي بدأ الرحلة بتاعته بدري to our A. it took 3 hours للوجهة بتاعته. خلي بالك عشان يوصل شرم يبقى destination. قلت destination يعني وجهة أو جهة الوصول، يعني المكان اللي هو رايحه. كلمة destination يعني وجهة أو جهة الوصول. يعني إيه يا مستر وجهة أو جهة الوصول؟ يعني المكان اللي هو رايحه. طيب before leaving her old shop قبل ما تسيب المحل القديم she made a of everything. عملت يا مستر مخزون لكل الحاجات التانية inventory مخزون. خلي بالك جرد هنا معناها جرد للبضاعة، هنا معناها عملت جرد للبضاعة inventory. The science or practice of flying قلنا الطيران اسمها يا صديقي aviation. قلنا الثلاث حاجات اللي طلعت حرب عمل بيهم industry الصناعات في بنك مصر، كانت shipping الشحن، كانت aviation الطيران، كانت film making. Many families struggle live comfortably. واحد يقول لك struggle with، بس struggle with يكافح مع. طالما هنا جاي يا مستر verb infinitive، طالما جاي فعل في المصدر يبقى struggle to. طالما جاي بعدها verb infinitive فعل في المصدر يبقى struggle to. Thanks for your شكرا it was really a nice place and we spent a happy time there. احنا قضينا بصراحة وقت جميل هناك. يبقى شكرا للتوصية أو الترشيح بتاعك إن حضرتك رشحت لنا مكان وعجبنا، يبقى for your recommendation. يعني إيه يا مستر recommendation؟ يعني التوصية أو الترشيح. كلمة recommendation التوصية أو الترشيح بتاعك. طيب يلا يا مستر خش على اللي بعد كده number خلي بالك
17. It's not good to see that there is خلي بالك مش حلو اللي انت تشوف ان في ايه of one company on the whole market. There should be competition. ما ينفعش يبقى في سيطرة لشركة واحدة. الصح يبقى في تنافس ما بين الشركات وبعض. يبقى ما ينفعش تلاقي شركة واحدة هي اللي مسيطرة. سيطرة أو هيمنة لشركة واحدة اسمها domination. كلمة domination يعني سيطرة أو هيمنة لشركة واحدة. كلمة domination سيطرة أو هيمنة لشركة واحدة. بالعكس المفروض يبقى في competition تنافس ما بين الشركات وبعضها البعض. طيب he is known for his courage معروف بشجاعته. resilience عنده مقاومة عنده مرونة. he is really a طبعا reliable person. خلي بالك من الكلمة دي. يعني ايه يا مستر reliable؟ يعني يمكن الاعتماد عليه يمكن الوثوق فيه. كلمة reliable يعني يمكن الاعتماد عليه. يبقى كلمة reliable يمكن الاعتماد عليه أو الوثوق فيه. They began as a group of volunteers. بدأوا كمجموعة من المتطوعين and then it turned بقت خلي بالك a big charity. charity جمعية خيرية. اتحولت لجمعية خيرية يبقى turned into يتحول إلى. اكتبها لو سمحت. يتحول إلى جمعية خيرية. كانوا شوية متطوعين الأول صغيرين تحولت لجمعية خيرية ما شاء الله كبيرة. turn into يتحول إلى. turn into يتحول إلى. طيب then you decided to reduce company costs. مين يا مستر اللي قرر إنه هو يقلل تكلفة الشركة and improve overall performance؟ طبعا يا مستر الإدارة بتاعت الشركة يبقى طبعا administration. هنا administration الإدارة. خلي بالك يا إدارة. اكتبي يا إدارة. بقيت الكلمات دي حلوة. كلمة pollution يعني التلوث. خلي بالك يا صديقي. كلمة population السكان. كلمة population السكان. ولو جاب قبلها يا رايق كلمة over اوعى تنساها ان كلمة over population يعني الزيادة السكانية. over population الزيادة السكانية. كلمة confusion يعني ارتباك أو فوضى. فوضى أو ارتباك. خلي بالك يا صاحبي. طيب number 21 regular exercise لما بتعمل تمارين بشكل منتظم كان ايه your strengths هتعزز قوتك هتحسن قوتك. طبعا enhance your strengths هيعزز أو يقوي أو يدعم صحتك. أشهر كلمتين للسينونيم للمرادف لكلمة enhance كانت يا مستر كلمة promote وكانت يا مستر كلمة post متكررة جدي في الامتحانات. طيب farmers use الفلاحين بيستخدموا ايه to protect their crops from dangerous insects المبيدات الحشرية. طبعا عشان يحموها من insects بالحشرات يبقى pesticides. اوعى تنسى يا صديقي كلمة pesticides اللي هي المبيدات الحشرية. كلمة pesticides اللي هي المبيدات. There are many to studying abroad such as طب ما بدالي benefits فوائد وادالي هي دي فوائد أو مزايا وادالي كمان drawbacks عيوب. يا ترى فوائد في فوائد للتنتهات تدرس بره ولا عيوب ولا problems مشاكل ولا difficulties صعوبات؟ كمل الجملة وانت تعرف. قال لي such as زي learning languages اللي انت بتتعلم لغات جديدة. زي اللي انت بتتواصل وبتبقى على دراية ب cultures بعض الثقافات والحضارات الأخرى. يبقى انت عندك فوائد عندك مزايا كتير انك تتعلم بره يبقى benefits. طبعا هنا benefits جاية بمعنى فوائد أو مزايا. هنا benefits جاية بمعنى فوائد أو مزايا. طيب آخر جملة هنحلها مع بعض في Unit 2 بيقول لي we need to find a better to solve this complicated and serious problem. عايزين نشوف أسلوب أفضل
طريقة أفضل، يبقى طبعا a better method. a better method يعني إيه يا مستر كلمة method؟ يعني أسلوب أو طريقة. أسلوب أو طريقة. كده حلينا شوية exercises جميلة متنوعة على units 1 and 2 لجزء الفوكاب. خلي بالك هنبدأ دلوقتي نقول ملخص لذيذ جميل لجزء الجرامر، سواء جزء الجرامر بتاع يونت 1 اللي كان بيتكلم على البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر، أو يا مستر الجزء الهام جدا بتاع يونت 2 اللي بيتكلم على الباست بيرفكت الماضي التام والروابط بتاعته زي after و as soon as و before و having والقصة دي. بالله عليك عايزك كده تاخد نفسك، عايزك تستعد، stretch your body، اعمل اي حاجه كده تشربها عشان تفوق، شويه قهوه، شويه نسكافيه، عايز تشرب القهوه في البلكونه تشرب معاها شويه ميه، يا سافل يا بايظ، صح كده واستعد لجزء الجرامر. الجرامر بتاع يونت 1 لحضراتكم كان بيتكلم عن ايه يا مستر؟ زي ما قلت لك كان بيتكلم على تنس زمن البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر، سواء جزء الاكتف العادي او تحويله لشكل الباسيف المبني للمجهول. تعال افكرك كده سريعا، البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر كان بيتكون من ايه؟ الكي ووردز كلماته الداله ايه؟ استخداماته ايه؟ تنفيذ ازاي تجيب له شكل الباسيف. وطبعا كان مع الدرس ده بدخل لي جزء مهم جدا اسمه الستيتيف فيربس، الافعال اللي ما بتجيش في الكونتينيوس، اللي ما بتجيش مستمره، بس كان ليها بعض الاستثناءات اللي ممكن تيجي في الكونتينيوس بس بشكل مختلف. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه بتاعتنا عشان اي حاجه تنزل لك تتابعها اول باول، خليك متابعنا. طيب مستر البريزنت كونتينيوس المضارع المستمر اللي بيتكون من الفيرب تو بي ام او از او ار والفيرب اي ان جي، اللي بيتكون من الفيرب تو بي ام او از او ار ومعاها يا مستر خلي بالك طبعا الجيرند اي ان جي. طيب لما اقول لك she is cooking lunch، she is cooking lunch at the moment، ما هي كلمة at the moment وكلمة now و look و listen من الكي ووردز. طب لو عايز يا مستر تعمله نيجاتيف نفي، حط am و is و are و not، يعني اقول he is not cooking. طب يا مستر لو عايز سؤال ابدأ بverb to be am أو is أو are وال ing، يبقى ال present continuous بيتكون من am و is و are وال ing. عايز نيجاتيف حط not am not is not are not. عايز تعمل سؤال ابدأ بverb to be في الأول am أو is أو are، مثل is علي playing is he cooking. طيب خلي بالك قوي 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 من الحتة دي. الباسيف ببدأ بالأوبجكت المفعول اللي هو مبني المجهول، بعد كده am أو is أو are being، am أو is أو are being، وبعدها الباست participle تصريف ثالث، حاجة بتتعمل the food is being cooked at the moment، الأكل بيطبخ دلوقتي. طب عايز أسألك على الحتة دي كده معلومة صغيرة خلي بالك منها، يعني لو جاب لي جملة وقال لي كده، ركز كده معايا بالله عليك، the letter ايه يا مستر now، يا عم ادالي اختيارين بس، هل يا مستر the letter is writing، the letter is writing ولا is being written، is writing ولا is being written. دايما يا جماعة في الجمل اللي زي كده خلي بال حضرتك عشان تحل صح ترجم الجملة. يا ترى يا مستر الليتر هو الجواب بيكتب ولا بيتكتب؟ لا يا مستر بيتكتب. طالما الحاجة بتتعمل، طالما الحاجة بتتعمل يبقى شكل الجملة يا مستر باسيف مبني للمجهول، ما هو الجواب بيتكتب، وطالما بيتكتب يعني باسيف للبريزنت كونتينيوس يبقى is being والباست participle تصريف ثالث، يبقى هقول له the letter طبعا يا مستر is being written، is being written. طب علي، لا علي هو اللي بيكتب is writing، يبقى أي جملة تيجي ترجمها عشان تعرف تحلها. لو ترجمتها وعرفت إن الحدث بيتعمل يبقى شكل الجملة باسيف، يبقى مبني للمجهول
والباسيف بتاع زمن النهارده بتاع البريزنت كونتينيوس بيبقى أما و is أو are being والباست participle تصريف تالت. طب لو جابها لك يا صديقي جملة ريرايت، ازاي يا مستر؟ قال لي مثلا خلي بالك they are cleaning the flat، بينظفوا الشقة at the moment they are cleaning the flat at the moment. وقال لي استخدم ايه يا مستر؟ قال لي استخدم كده the flat. لو خدت بالك هو جايبها لك capital letter. احنا اتفقنا يا شباب في الريرايت بالذات لما يجيب لك الكلمة capital letter يعني غصب عن حضراتكم هتجيبها في أول الجملة. يعني هنا بيقول لي يا مستر ابدأ الجملة بالobject، ابدأ الجملة بالمفعول. طب طالما هتبدأ الجملة بالمفعول ده معناه إيه؟ معناه يا مستر إن أنا هحولها passive مبني للمجهول. طب زمن الجملة رد عليا يا رب تجيب مجموع كبير. طب زمن الجملة إيه؟ أهو يا صديقي زمن الجملة present continuous مضارع مستمر. يبقى أنا محتاج أحول الجملة الباسيف مبني للمجهول بتاع زمن البريزنت continuous اللي بيتكون من am أو is أو are being والبي بي. هبدأ أهو يا مستر هقول له the flat. طيب كمل. طبعا the flat الشقة ده مفرد يبقى is. كمل انا عايز باسيف، حط يا مستر ما تنساهاش بالله عليك is being. بس خلي بالك يا صديقي بعد ما تحط كلمة being عايز الباست participle تصريف تالت. يبقى clean ولا cleaned؟ يا رب ترد عليا، يا رب تدخل كلية حلوة، يلا يا سوسو. يبقى is being cleaned is being cleaned. طبعا ممكن اقول by them وممكن لا، عادي ده اختياري على فكرة مش إجباري. بس ما تنساش الكلمة اللي في الآخر اللي هي كلمة at the moment. يبقى the flat is being cleaned at the moment. خلي بالك من حتة الباسيف سواء جت على شكل choose أو جت على شكل rewrite. الباسيف فهو بتاع البريزنت continuous بحط verb to be في البريزنت، أما is أو are بحط كلمة being، بحط الباست participle تصريف تالت. طيب تعالى كده يا مستر نشوف اخبارنا ايه والدنيا ماشيه ازاي. طب لو سالت حضرتك على حاجه جميله جدا وعسوله جدا، هو يا مستر بعد اذن حضرتك ايه يا مستر الكي ووردز الكلمات الداله على الزمن دوت؟ قال لي هو يا صديقي خلي بالك منهم. ادي الكي ووردز، ادي الكلمات الداله على البريزنت كونتينيوس now. ها يا مستر look listen خلي بالك at the moment still at present currently خلي بالك يعني حاليا. الكلمات دي مهمة جدا مهمة جدا. كلمة nowadays، كلمة arranged أو arrangements لأن تبع استخداماتها نشوف دلوقتي البريزنت continuous المضارع المستمر ده إنه بيعبر عن future arrangements ترتيبات في المستقبل زي كلمة these days، زي كلمة look، زي كلمة listen، زي كلمة today. كل الكي ووردز ديت اكتب معايا، بلاش علم في الشيت لو سمحت. ملخص جميل اقسم بالله ينفعك واوعى يضيع منك لحد اخر الترم. يبقى كل الكي ووردز ديت كلمات بتدل على البريزنت كونتينيوس. كمان مره كلمه now at the moment still at present currently nowadays arranged او arrangements these days today look listen. يبقى ديت الكي ووردز بتاعت البريزنت كونتينيوس. طب يا مستر الياسج الاستخدام، طبعا يا مستر قلنا اول استخدام للبريزنت كونتينيوس حاجه بتحصل دلوقتي ومكمله مستمره. I'm studying my lessons now انا بذاكر دلوقتي، حاجه بتحصل دلوقتي وقت الكلام. لما يقول لي يا مستر she is busy at the moment she is doing her homework بتعمل الواجب دلوقتي، يبقى حاجة بتحصل وقت الكلام. خلي بالك مواقف مؤقتة زي يا مستر مع الكلمات دي على فكرة these days this year this month tonight today more people are traveling
abroad these days مواقف معينة. الناس بتسافر بره كتير الأيام دي، هي مش على طول بتسافر بس اليومين دول مزودينها قوي، يبقى are traveling. يبقى استخدامات الزمن ده تاني حاجة بتحصل دلوقتي ومستمرة وقت الكلام، أول حاجة. تاني حاجة يا مستر قلنا temporary actions أحداث مؤقتة. كمان يا مستر مع العادات السلبية اللي قلنا يا جماعة اسمها annoying habits، عادات تضايق، عادات رخمة. بالذات لو لقيت كلمة، كنا قلنا كلمة always، كلمة constantly frequently continuously. يعني يا مستر بص دي I don't know why he is constantly shouting. مستر هو ليه دايما بيقعد يزعق لي؟ تيجي الكلمة دي constantly، كلمة always، كلمة frequently، كلمة continuously مع ال present continuous المضارع المستمر في ال annoying habits، في العادات الرخمة اللي تضايق. طيب خلي بالك يا جماعة لو جاب لي مثلا جملة كده وقال لي my sister هيا مستر hair nails، ضوافرها، وقال لي يا مستر always bites ولا is always biting. على فكرة الطبيعي اللي حضرتك متعود عليه من زمان انك تجيب كلمة always مع ال present simple، بس دي annoying habit، عادة بتضايق، عادة رخمة على طول بتقرقط ضوافرها. واتفقت يا صديقي في ال annoying habits العادات اللي تضايق الرخمة مع كلمة always constantly أي حاجة من دول بجيب الكلمات دي مع ال present continuous يبقى is always biting her nails. فعل غير معتاد، اقول لك انا بشرب قهوه بس النهارده خلي بالك I'm drinking بشرب، خلي بالك مشروب تاني. كمان future arrangements، دايما خلي بالك من الحته دي، ترتيبات مستقبليه. لما يقول لك كلمه arrange او arrangements ترتيبات، او booked يعني حجزت تذاكر، او prepared جهزت نفسي، اي حاجه من دول بتبقى حاجه اسمها future arrangements. يعني ايه يا مستر future arrangements يا صديقي؟ يعني ترتيبات مستقبليه، يبقى اسمها future arrangements، يعني ترتيبات مستقبليه. يبقى يقول لك حضرت الشنط، يقول لك انا حجزت تذاكر، يقول لك انا حضرت كل اللي ورايا، يبقى I'm traveling. لازم زمن present continuous. يبقى لو لقيت يا صديقي تاني arranged arrangements booked prepared اي حاجه من دول الجا للزمن بتاعنا النهارده ال present continuous. بص بيقول لي ايه مستر؟ هو هنا بيقول لي everything is arranged، كل حاجه مترتبه، يبقى لازم present continuous اهو. he is getting married next month، هيتجوز خلاص الشهر اللي جاي. واحد يجي يقول لك طب ليه هنا ازاي يا مستر، ازاي عسلية حط next؟ ده future مستقبل. طب ازاي حط مستقبل واستخدمت present continuous؟ عشان يا عبيطة ال present continuous future arrangements ترتيبات مستقبلية، خلي بالك. طيب يلا كده يا صديقي فوق نفسك. طيب عرفنا يا مستر الشكل بتاعه، عرفنا يا مستر كمان اليوسج بتاعتنا، قلنا كمان يا مستر الاستخدامات، قلنا الكي ووردز، عرفنا الشكل العادي، عرفنا شكل الباسيف بتاعه. تعالى نتكلم على الحتة بتاعت الستيتيف فيربس اللي هي الأفعال اللي ما بيجيش معاها ing. طيب إلا طبعا في بعض الاستثناءات. تعالى كده يا صديقي، كان هنا مستر بيقول لي شوية نوتس خلي بالك منها. أولا يا صديقي هنا بيقول لي فوق نفسك كده، نظبط الدنيا الأول، رواق على حالنا، إن في بعض الأفعال اللي ما بتجيش في الاستمرارية، وكانت أفعال كتير جدا وكلها حفظ.
اللي اسمها stative verbs. الأفعال دي ما بتجيش مستمرة خالص إلا في بعض الحالات اللي هنعرفها بعد شوية. إيه هي الأفعال دي اللي ما بتجيش في الاستمرارية؟ لا نستخدم معلش تضحكش عليا يلا. لا نستخدم معها ing. الأفعال دي أول جزء منهم كالأفعال thinking التفكير، زي remember يتذكر، زي forget ينسى، زي realize يدرك، طبعا believe يعتقد، suppose خلي بالك منها يفترض، زي كلمة know understand اللي هو يفهم، زي كلمة imagine يتخيل، زي كلمة consider يعتبر، زي كلمة guess يخمن، زي كلمة remind يذكر. كل الأفعال دي يا رايق ما بتاخدش ing، ما بتجيش في الكونتينيوس، خلي بالك في الاستمرارية. برضو أفعال الشعور والحس، خلي بالك الإيموشنز والفيلينجز، زي like love wish desire يعني يرغب، زي كلمة adore يعشق، بيعشق يا ولا اللي واكلة قلبك يا ولا. خلي بالك واكلة دماغكم إيه هي؟ الثانوية يا عسلية، واكلة دماغك، خليك في مستقبلك، سيبك من الثانوية، فكر في السنة دي. وربنا أنا جامد قوي يا جدعان. كلمة adore يعشق، كلمة want، كلمة need، كلمة prefer، كلمة dislike، كلمة hate يكره، فيها يخاف. كل دي أفعال ما بتاخدش يا مستر ing. طيب تعال نكمل الجزء اللي بعده. إيه كمان يا مستر؟ أفعال الملكية own خلي بالك، أو possess أو belong to. own يمتلك، برضو تبع الأفعال stative verbs. possess برضو يمتلك، belong to ينتمي إلى، وهناخد دلوقتي have. إن have لو بمعنى يمتلك برضو ما بتاخدش ing، بس لو جاية بمعنى يمتلك. طيب يا رايق، أفعال agree disagree surprise promise يوعد astonish و satisfy، خلي بالك بالفعلين دول. كلمة astonish يعني يدهش، كلمة satisfy يرضي أو يقنع، satisfy يرضي أو يقنع، كلمة satisfy يرضي أو يقنع. شوية أفعال تانية زي include اللي هو يشمل، consist اللي هو يتكون، طبعا الحرف الجر بتاعها of، involve يتضمن، contain يحتوي على، ما بتاخدش حرف جر، exist يتواجد، seem يبدو. وعلى فكرة كمان كلمة look لو جاية بمعنى يبدو برضو ما بتاخدش ing. appear يظهر، deserve يستحق، intend ينوي، أنا ناوي إن أتفرج على المراجعة وذاكر، remain يبقى أو يظل. كل الأفعال دي يا صديقي، كل الأفعال دي يا صاحبي خلي بالك ما بتاخدش ing. بس زي ما اتفقنا مع بعض إن فيها مستر بعض الاستثناءات. الاستثناءات يا صديقي تعال أقول لك. قال لي يا مستر في أفعال اللي هي الستيتيف فيربس بس ما تاخدش ing. لو خد ing معناها يتغير. بعض الأفعال يا صديقي لو خدت من الستيتيف فيربس، لو خدت ing المعنى يتغير. زي هي كلمة be verb to be مستر ما بياخدش ing. طب امتى يجي في البريزنت continuous؟ لو معناها بيتصرف. he is being boring these days. خلي بالك كلمة feel لو جاية بمعنى أعتقد ما تاخدش ing. لو جاية بمعنى يشعر حط ing. كلمة have دي متكررة، يلا عشان هتزود عليها كلمة.
لو جاية بمعنى يمتلك ما تاخدش اي ان جي I have a robot. طب ازاي هنا he is having عشان يقضي وقت؟ he is having a shower بياخد دش، وممكن كمان يبقى is having ياخد دش، is having يقضي وقت، وبرضه is having قلنا يا مستر بتيجي بمعنى يتناول ياكل. لما اقول لك على فكره he is having his dinner بيتعشى دلوقتي اهو يا عم، ولا تزعل نفسك. he is having his dinner now. he is having his dinner now بيتعشى دلوقتي. برضو يا مستر هنا present continuous يبقى have بمعنى يمتلك ما تاخدش ing. اما يا راي كلمه have خدت او تيجي في البريزنت continuous لو بيقضي وقت او بياخد دش او بياكل. كلمه look لو يبدو ما ياخدش ing. لو بيبص على حاجه ينظر تاخد ing. كلمه measure مقاسها كذا ما تاخدش. طب بيقيس حاجه دلوقتي تاخد ing. كلمه سي مهمه، هي وكلمه smell هي وكلمه taste، الثلاث افعال دول اشيك من بعض. سي لو يرى لو يشوف ما تاخدش ing. he saw the accident. طب he is seeing يعني يقابل، بيقابل الدكتور بيقابل المدير النهارده، يبقى سي يرى stative verb ما تاخدش ing. تاخد ing معناها يتغير يبقى عنده ميعاد او يقابل. كلمه smell الرائحه العامه قول smells. is smelling بيشمشم. بص الله ريحة البرفيوم ده حلوة قوي. he is smelling بيشم الآن بيشم دلوقتي، يبقى الرائحة العامة smell بيشم حاجة دلوقتي is smelling. نفس الكلام taste. المذاق العام أقولها taste. طب بيدوق حاجة دلوقتي يبقى is tasting بيتذوق الآن. طب كلمة think اعتقاد عام يبقى think. طب الثينكينج بيفكر اليومين دول في حاجة معينة. كلمة weigh يزن، وزنها كذا weigh. طب بيوزن حاجة دلوقتي is weighing. The student is weighing the tablet بيشوف كده وزن التابلت. طيب بفضل الله خلصنا أفكار present continuous. تعال الحل كالعادة يا حمادة. نطبق كم جملة على الجزء ده على جزء present continuous. نشوف كده يا مستر استيعابك ايه، فكر في الاجابات معايا بالله عليك. اول جمله بيقول لي why at the sky. قال له يا مستر it's going to rain. طب انت ليه بتبص على السماء؟ هي لو يبدو يبقى do you look، بس هنا بينظر يبقى are. طبعا يبقى are you looking عشان هنا جايه بمعنى ينظر. قلت look ينظر حط لها ing عادي. اما يا صديقي لو جايه بمعنى يبدو تبقى stative verb ما تاخدش ing. طيب نمبر 2 please be quiet. وليه اهدى الله يسترك. انا بحاول اخلص الريبورت، حدث شغال في وقت الكلام يبقى present continuous. طبعا يا مستر I'm trying يبقى حاجه بتحصل في وقت الكلام يبقى present continuous I am trying. طيب خش يا مستر على نمبر 3. يلا كده يا صديقي. بيقول لي يا مستر في نمبر 3 سارة is busy. اكبر لك بس الشاشة كده عشان دي تبقى باينة. سارة is busy at the moment. سارة is busy at the moment مشغولة جدا دلوقتي. طبعا at the moment يبقى present continuous يبقى she is cleaning. طب 4 why is so fast today. you usually drive more slowly. انت ليه النهارده temporary actions افتكرها. temporary actions احداث مؤقته برضه present continuous برضه مضارع مستمر. انت ليه بتسوق النهارده بسرعه كده؟ انت طول عمرك يا عم بتمشي بالراحه. why are you driving. خلي بالك. where is عمر. والله مش عارف بس هو تقريبا بيلعب دلوقتي، حاجه بتحصل في وقت الكلام يبقى برضه present continuous يبقى he is playing. everything is ready for Dina's trip. كل حاجه على فكره جهزت. she طالما يا مستر محضره الحاجه، طالما في شكل الارrangements
الترتيبات يبقى present continuous، يبقى she is traveling. طالما في شكل ال arrangements الترتيبات اللي هي prepared everything arranged everything رتبت وحضرت كل حاجة يبقى present continuous is traveling. My brother is always الجملة دي مهمة. الجملة دي مهمة number 7. أنا أخويا دايما إيه بيستلف الكتب بيستعير كتبي من غير ما يسأل. annoying habit. اوعى تنساها لوجه الله. annoying habit عادة رخمة، عادة ياقي، عادة تضايق. طالما عادة بتضايق يبقى استخدم always مع ال present continuous. يبقى is always borrowing. طبعا borrowing يعني بيستلف بيستعير. Right now a seminar about في ندوة. seminar يعني ندوة. في ندوة هيعملوها على renewable energy. طب يا ترى يا مستر حلوة الجملة دي. ايه in our city؟ تخلي بالك يا مستر هي الندوة هتعقد ولا هتعقد؟ لا هتعقد. الندوة هتعقد يعني شكل الجملة أنا عايز present continuous. جميل. أنا عايز مضارع مستمر بس شكل الجملة يا صديقي passive مبني للمجهول. طالما شكل الجملة باسيف وعايز الباسيف بتاع البريزنت كونتينيوس مضارع مستمر بيبقى يا مستر ام. افتكر الشكل معايا. بيبقى يا مستر ام او is او are plus being plus البي بي. يبقى يا مستر is being held يعني بيعقد. يبقى يا مستر is being held. تعال نخش على نمبر 9. فوق نفسك كده بالله عليك. يلا يا صديقي عايزك كده فايق ورايق وحد جميل. My little brother. أنا أخويا الصغير إيه playing loud music. خلي بالك شيل بس playing دي زيادة. playing دي زيادة. إيه يا مستر loud music all the time؟ فعلا على طول بيضايقني. طالما ده حلها. حاجة بتضايقك annoying habit حط كلمة always أو كلمة constantly مع زمن ال present continuous المضارع المستمر. يبقى يا مستر is always playing. يبقى يا صديقي is always playing. Look at that new bridge. بص على الكوبري ده. It is at the moment. حلوة أوي أوي. هو الكوبري at the moment present continuous مضارع مستمر. هو الكوبري بيبني ولا بيتبني؟ لا رد عليا. بيتبني. طالما بيتبني يبقى برضو شكل الجملة باسيف. والباسيف بتاع البريزنت كونتينيوس ام او is او are being يبقى is being built. يبقى يا مستر is being built. Please don't disturb them. لو سمحت ما تزعجهمش. their project work now. بيعملوا المشروع دلوقتي. حاجة بيحصل في وقت الكلام. they are doing. طبعا they are doing. we يا مستر a meeting with the school principal يعني مدير المدرسة. يعني مدير المدرسة. خلي بالك يا مستر. قال لي يا مستر the schedule الجدول ثابت. الجدول ثابت. طبعا يا مستر هنا في future arrangements يبقى اوعى حد يقول لي ان have ما بتاخدش اي ان جي. هنا يا مستر معناها عنده ميعاد. خلي بالك او هيعمل اجتماع. هيعمل اجتماع يبقى are having. have ما يتحطلهاش اي ان جي لو جايه بمعنى يمتلك. you to that loud music it's disturbing بتزعج الناس كلها. يبقى على طول بتعمل كده كلمة constantly أو كلمة always لو حاجة بتضايق. لو annoying habit بيجوا مع ال present continuous قبلهم am أو is أو are بعدهم ing يبقى are constantly listening. are constantly listening. Most people آخر جملة هنحلها في grammar unit 1. most people that climate change خلي بالك is something to eat immediately. طبعا معظم الناس خلي بالك يا مستر عايزين. كلمة want أصلا ما بتاخدش ing. stative verb زائد يا مستر إن كلمة most people دي جمع. طالما جمع يا مستر يبقى ما احطش على الفيرب اس. يبقى يا مستر want. يبقى يا مستر want.
يلا كده يا مستر نبدأ مع بعض الجرامر بتاع يونت 2 اللي كان بيتكلم على الباست بيرفكت الماضي التام والروابط بتاعته وحركاته وتكاته. بالله عليك فوق لنفسك، استعد كده يا صديقي. تعال بقى يا صديقي للجرامر بتاع يونت 2 اللي كان بيتكلم على الباست بيرفكت الماضي التام اللي هو had والباست بارتيسيبل تصريف ثالث. مفتاح الدرس ده في كلمة واحدة بتقول لو حدثين في الماضي. أنا أكلت وبعد كده نمت، أنا ذاكرت وبعد كده خرجت، عندي first action و second action، حدث أول وحدث تاني. الحدث الأول past perfect، الحدث الأول past perfect had will be. يبقى الحدث الأول بيبقى past perfect ماضي تام had will be. التاني past simple ماضي بسيط. الدرس كله يا صديقي على الكلمتين دول، حدثين في الماضي أول وتاني. الأول يا رب اللي يرد يجيب مجموع كبير. الأول past perfect، أنا دعيت لك رد عليا. الأول past perfect had will be had past participle تصريف تالت. التاني past simple، التاني past simple حدثين في الماضي first action second action، حدث أول حدث تاني. الحدث الأول past perfect، الحدث الأول past perfect. التاني past simple، التاني past simple. خلي بالك منها لكل اللي جاي. طبعا يا مستر الباسيف بتاعه بيبقى had been والبي. أقول لك the letter had been written، الباسيف بتاعه بيبقى had been والpast participle تصريف تالت. عايز تعمل له نيجاتيف نفي خليها hadn't، خليها hadn't. طيب سؤال ابدأ بهاد وحط التصريف التالت. قلت بيستخدم مع حدث حصل قبل حدث تاني اللي هي اسمها first action حدث أول. first action حدث أول. I couldn't go to the concert because I had forgotten عشان نسيت. الروابط يا راي after as soon as when before that كل دول وراهم الحدث الأول ماضي تام past perfect had will be. الروابط اكتب معايا after بتساوي as soon as بتساوي when because أو since لو معناها بسبب. before that وراها الحدث الأول past perfect، بعد كده الحدث الثاني يلا يا صديقي اللي هو past simple. يبقى after as soon as when before that حدث أول past perfect، بعد كده الحدث الثاني اللي هو past simple. أدي أول جزء من الروابط. طب before زي by the time زي after that. العكس الثاني الpast simple، الثاني الpast simple، بعد كده الأول الpast perfect had will be. واحد يقول لك ازاي يا مستر كلمة when خليتها مع after خليتها مع before حسب ترتيب الحدث. يعني لو جاي بعد when الحدث الأول وبعد كده التاني يبقى الأول past perfect والتاني past simple. طب جه وراها التاني الأول بعد كده الأول التاني الباست simple بعد كده الباست perfect. يبقى حسب الجملة وحسب المينينج، حسب الجملة وحسب المعنى أحدد أهم حاجة. أحدد في الفيرست أكشن في السكند أكشن، في الحدث الأول وفي الحدث الثاني. الأول past perfect، الأول past perfect ماضي تام had will be. حدث تاني past simple، حدث تاني past simple. يلا يا صديقي. طيب خير الناس أنفعهم للناس، خير الناس أنفعهم للناس. طيب تعالى كده مثلا نلعب شوية. قلنا يا جماعة لو مفيش فاصل زمني، لو مفيش فاصل زمني يعني ايه يا مستر؟ يعني لو حدثين ورا بعض على طول، لو حدثين ورا بعض على طول
بستخدم ساعتها يا مستر past simple past simple، ماضي بسيط ماضي بسيط. لو مفيش فرق زمني في حالة عدم وجود فاصل زمني past simple past simple. زي ما يقول لي يا مستر مثلا when she told me the joke. when she told me the joke، لما قالت لي النكتة هي عسل هي عسل. I laughed، أنا ضحكت. I laughed، أنا ضحكت. على فكرة مستر هو حدثين ورا بعض مفيش فرق زمني بينهم. قالت لي النكتة، أول ما قالت النكتة أنا ضحكت. خلي بالك عشان كده أنا عملت إيه يا صديقي؟ أنا حطيت past simple أهي told، والناحية التانية برضو past simple laughed. يبقى حدثين ورا بعض مفيش فرق زمني بينهم past simple past simple. حدثين ورا بعض مفيش فرق زمني بينهم past simple past simple. When she told me the joke I laughed. لما قالت لي النكتة أنا ضحكت. يعني لما يجي لي جملة زي كده ويقول لي after I arrived at the airport، أول ما وصلت المطار بدأت أشوف الشنط، أفحص الشنط بتاعتي. طبعا حدثين ورا بعض I checked. عارف لو قلت I had checked يبقى أنت خليت ده الحدث الأول. يعني أنت فحصولك أو الشنط أو شفت الشنط بتاعتك، خلي بالك جوه المطار قبل ما تخش المطار أنت ساحر. يا ولا يا ولا. طيب قلت يا مستر اوعى تنسى اوعى تنسى، لو مفيش فاعل لو مفيش فاعل حط ing. لو مفيش فاعل حط ing. الكلام ده مع after و before. لو مفيش فاعل حط ing. طب لو مفيش فاعل والجملة passive حط being تصريف تالت after أو before. يبقى لو مفيش وراها فاعل حط ing. على فكرة while when. طب لو مفيش فاعل المفروض ing بس الجملة passive مبني للمجهول يبقى being والتصريف التالت. كده كده الناحية التانية past simple. having اللي بتدي معنى after بعد. having اللي بتدي معنى after بعد بيجي وراها الباست participle تصريف تالت فقط من غير I من غير had، والناحية التانية past simple. طب لو جات لك كلمة having واللي بعدها passive مبني للمجهول passive حط been والبي بي، يبقى كلمة having وراها الباست participle تصريف تالت. مستر لو passive يبقى been والتصريف التالت. كده كده الناحية التانية الحدث التاني السكند اكشن اللي بيبقى past simple ماضي بسيط. having A as the team captain، حلوة الجملة دي. having A as the team captain she worked hard to lead her team. مستر هي having وراها تصريف تالت. طب ما ادالي chosen وادالي been chosen. طب لو الجملة active عادية chosen، لو passive يبقى been chosen. بعد ما اختارت ولا اختاروها بعد ما تم اختيارها، يبقى أنا عايز بعد having BB وشكل الجملة passive مبني للمجهول يبقى having been chosen. having been chosen عشان الجملة هنا يا صديقي passive، عشان الجملة هنا مبني للمجهول. طيب after A the crime بعد ما ارتكب الجريمة مفيش بعد after فاعل حط ing. يبقى after، طب هي عادية ولا passive؟ هو اللي ارتكب مش حد ارتكبه، يبقى after committing. على فكرة commit يعني يرتكب. after before while when لو ما فيش subject فاعل ارزع ing. طيب until أو till قلنا يا مستر معناها إلا لما. إلا لما أولا يا مستر بيجي قبلها الحدث الثاني past simple negative وبعدها الحدث الأول الباست perfect. هو بعدها الباست perfect had والبي بي الماضي التام. طب قبلها يا صديقي الحدث الثاني منفي didn't وinfinitive. didn't وinfinitive. طب لو الجملة اللي قبلها passive يبقى wasn't or weren't والبي بي. wasn't or weren't والبي بي. خلي بالك لو الجملة passive وممكن يا مستر till أو until يجي قبلها على فكرة future مستقبل تبقى won't. امتى؟ لو بعدها present simple أو present perfect. حلوة دي. until أو till لو بعدها مضارع سواء present simple مضارع بسيط
أو present perfect استخدم يا مستر، استخدم قبلها future منفي want. ممكن يجي قبلها past perfect وممكن يجي بعدها past simple ماضي بسيط، اوعى تنساها. طيب بيقول لي the criminal free until، هي until وراها الحدث الأول past perfect. he had repaid the money إلا لما دفع الدين. هو يا مستر ما حررش ولا ما تحررش؟ ما تحررش، يبقى أنا عايز هنا الحدث التاني اللي هو الباست سيمبل نيجاتيف منفي، وعايزه في حالة الباسيف مبني للمجهول. الباسيف بتاع الباست سيمبل was it a weren't والبي بي يبقى wasn't said، يبقى wasn't said. not until she had read the letter. not until she had read the letter. الحتة دي يا جماعة بالذات بتاع not until ديت خلي بالك بتعمل السؤال أو بعدها، أنا بحط الحدث الأول بعدها. لو بدأ بكلمة not until بدأ بالباست بيرفكت، الحدث التاني بيجي على شكل سؤال inversion، بتحط did وانفينيتيف أو was أو were تصريف تالت لو باسيف. يعني جملة زي دي not until جه بعدها الحدث الأول اللي هو الباست بيرفكت she had read the letter. خلي بالك الناحية التانية بيبقى صيغة سؤال مش she understood بقى، تبقى did she understand. not until لو جت في أول الجملة تاني بعدها الحدث الأول كده كده past perfect ماضي تام had والبي بي. بس الحدث التاني يا صديقي الباست سيمبل بيبقى على شكل سؤال، يعني نبدأ بديد والسبجكت والانفينيتيف، ولو باسيف يبقى was aware تصريف تالت. ده بالنسبة للحدث التاني لما تبدأ بكلمة not until، لما تبدأ بكلمة not until. طيب برضو يا مستر خلي بالك من حتة مهمة جدا جدا جدا. قلنا يا جماعة القاعدة المتكررة في الامتحانات الحفظ. أول ما يقول لك الجملة تبدأ بإت عندك حاجتين، it was only when أو it was only after أو it wasn't until. طبعا أو till. it was only when قاعدة حفظ. it was only when أو it wasn't until بعدها الحدث الأول الباست بيرفكت، بعد كده that، بعد كده الحدث الثاني past simple. تاني يا جماعة القاعدة دي، تاني القاعدة الجميلة ديت، تاني حاجة اسمها it wasn't until أو it was only when وراها الحدث الأول past perfect، بعد كده that، بعد كده الحدث الثاني اللي بيبقى past simple. no sooner hardly scarcely. no sooner hardly scarcely لو جت في أول الجملة طبعا no sooner than. hardly أو scarcely when. no sooner than hardly أو scarcely when بعمل inversion بعكس، بدل I had played had I played had I، والتصريف الثالث أو did subject فاعل infinitive. الكلمات ديت no sooner hardly scarcely لو جت في أول الجملة أنا عايز الحدث الأول past perfect بس بعكس، ببدأ بهاد بعد كده السبجكت، بدل I had I، بدل عمر had عمر، بعد كده حط الرابط اللي هو no sooner than hardly أو scarcely when، بعد كده السكند أكشن اللي بيبقى past simple. طيب مستر هنا بيقول لي hardly had the conference ended أهو طبعا معاه barely وbarely برضو when، بعد كده when وهات الحدث الثاني past simple. boy وحاجة في الماضي past perfect، boy وحاجة في الماضي past perfect. طب لو boy وبعدها future مستقبل يبقى future perfect والهاف تصريف ثالث، يبقى future perfect والهاف والتصريف الثالث. I wish و I'd rather معناها ياه لو الجملة ماضي حط past perfect، ياه لو الجملة ماضي حط past perfect. I wish I harder last year يبقى had worked اللي هي التمني. طيب تعالى كده يا صديقي نلعب لعبة حلوة على الباست بيرفكت. ادي يا صاحبي التمارين الخاصة بالباست بيرفكت. عايز حضرتك كده تفوق نفسك وتستعد وتعالى نطبق كم جملة مع بعض. بس هنا بيقول لي خلي بالك
إن احنا اتفقنا يا جماعة جالك أي حدثين حدد فين الأول وفين التاني، عشان الأول بيبقى past perfect والتاني بيبقى past simple. As soon as I is the station I realized that I had forgotten قلت. لما وصلت لقيت ان انا نسيت المحفظة، نسيتها الأول، بعد كده وصلت يبقى ده التاني يبقى reached. اوعى تنسى ان كلمة realized، كلمة realized أو كلمة found أو كلمة discovered، كلمة realized خلي بالك، أو كلمة found أو كلمة discovered دايما وراها الفيرست أكشن اللي بيبقى طبعا يا مستر زمن past perfect. لما روحت البيت لقيت ان النور اتحرق يبقى اتحرق الأول. لما روحت البيت discovered إن أبويا نايم يبقى نام الأول. كلمة discovered أو found أو realized دايما وراهم الفيرست أكشن اللي بيبقى زمن الباست بيرفكت had والبي بي. تعال نطبق شوية جمل. I wish I home early last night. I wish و I'd rather. الجملة لو ماضي حط past perfect يبقى had gone. الجملة لو ماضي حط past perfect يبقى had gone. I was sorry that I kinder to him. لا لما كنتش كويس معاه. خلي بالك يا مستر أنا بعتذر اللي ما كنتش كويس يبقى ما كنتش كويس معاه الأول، يبقى ده يا مستر الفيرست أكشن يبقى hadn't been. Nobody came to the meeting because the secretary محدش جه عشان السكرتيرة نسيت الأول يبقى had forgotten. Because أو as أو since حاجات اللي بعدها بسبب. لو قبلها present مضارع يبقى بعدها present perfect. لو قبلها past ماضي يبقى بعدها past perfect ماضي تام had will be. 4 I knew that خلي بالك أنا كنت عارف إن يا مستر I هي somewhere before شفتها قبل كده يبقى أنا عارف الأول ولا شفتها الأول؟ شفتها الأول يبقى first action يبقى had seen. by أي حاجة في الماضي يبقى past perfect. their company طبعا يا مستر past perfect يبقى had على طول. by وحاجة في الماضي past perfect. no sooner أو hardly أو scarcely أو barely لو جت في الأول اعكس يبقى بدل she had لا had she known اعكس. no sooner أو hardly أو scarcely أو barely لو جت في أول الجملة ابدأ بهاد بعد كده السبجكت بعد كده التصريف التالت. Number 7 when I the office everyone had already left. لما وصلت كانت الناس مشوا يبقى الناس مشوا الأول، عشان كده حتى جاب الحدث ده في الباست بيرفكت قال لي had already left يبقى أنا وصلت ده الحدث التاني، والحدث التاني يا صديقي بيبقى past simple يبقى reached. طب هنا يا مستر مش موجودة كلمة reached يبقى يا مستر أعدلها وأخليها reached. الموضوع بسيط، الموضوع جميل. يبقى when I reached خلي بالك لأن هم هنا خلي بالك كان كل حد مشي. طيب when I arrived home my sister wasn't there. she ما كانتش هناك يبقى راحت الجيم الأول يبقى she had gone عشان ده الفيرست أكشن الباست بيرفكت. خلي بالك منها بالله عليك. I not my project until I had checked. أنا ما سلمتش المشروع إلا لما فحصته بتضحكش عليا فحصته بعناية يبقى until قبلها الحدث التاني، ونيجاتيف يبقى didn't وانفينيتيف يبقى didn't hand. We discussed our options. ناقشنا الاختيارات after we بعد ما قرينا المشروع كويس يبقى after we احنا قرينا الأول بعد كده ناقشنا يبقى ده الحدث الأول يبقى الباست بيرفكت had read. طيب يلا يا صديقي فوق كده. I couldn't travel abroad معرفتش أسافر بره until enough money إلا لما الفلوس هي until وراها الحدث الأول اللي هو الباست بيرفكت اللي هو had والبي بي.
بس يا مستر هنا الفلوس وفرت ولا اتوفرت؟ اتوفرت. يبقى انا عايز حدث اول past perfect وشكل الباسيف مبني للمجهول، يبقى بدل had تبقى had been saved عشان شكل الجملة باسيف. طيب the prisoner قلنا ما تحررش، يبقى هي المفروض didn't. لا، الجملة باسيف، انا عايز قبل امتين الحدث التاني الباست سيمبل ونيجاتيف منفي والجملة باسيف، عشان الجملة باسيف مبني للمجهول يبقى wasn't set. يبقى wasn't set. By the time the teacher arrived لما المدرس وصل كانت الطلبة خلاص حضرت البرزنتيشن الأول. خلي بالك يبقى حضروا الأول، يبقى الحدث الأول had prepared. ليلى realized، قلنا يا صديقي كلمة realized، كلمة discovered، كلمة found بيجي وراهم الحدث الأول زمن الباست بيرفكت had will be يبقى realized she had sent. she had sent. كمل معايا يا صديقي، فوق نفسك كده بالله عليك. يلا نمبر 15. she didn't sleep until she had finished. حظك حلوة متجاوبة. طيب تامر all his driving tests before he got. طبعا اجتاز الأول before جاي وراها الحدث التاني past simple يبقى قبلها الحدث الأول past perfect يبقى had passed. The thief until he had tried. واحد يقول لك didn't، هو الحرامي. ماشي يا عم اهدى. until قبلها حدث تاني منفي. didn't arrest، هو ما قبضش ولا ما اتقبضش عليه؟ ما اتقبضش عليه يبقى الجملة باسيف. عايز باسيف للباست سيمبل ونيجاتيف يبقى wasn't arrested. يبقى wasn't arrested عشان يا صديقي الجملة باسيف مبني للمجهول. After the classroom A بعد ما الفصل the students started decorating it. بعد ما الفصل اللي عايز الحدث الأول had، هو الفصل دهن ولا الدهن يبقى الجملة عايز حدث أول، عايز past perfect ماضي تام، وشكل الجملة يا صديقي باسيف مبني للمجهول يبقى had been painted. يبقى had been painted. طيب after حدث أول يبقى had يا عبيط مفيش فاعل. after before while when مفيش فاعل يبقى ing يبقى leaving. The student promised to behave better after by the teacher. بعد مستار ing punishing بس باسيف. بعد ما تعاقب يبقى after مفيش فاعل عايز ing عشان مفيش فاعل. وعايز كمان شكل الجملة باسيف لما نكون محتاج حاجة فيها ing، وشكل الجملة باسيف بتبقى being والباست participle تصريف ثالث يبقى being punished. يبقى being punished. طيب مستر 21 hardly في الأول اعكس بدل she had she على طول had she stabbed. No sooner had my brother repaired the car. طبعا no sooner than. Hardly scarcely barely when. No sooner than. Hardly scarcely barely تبقى when. كده بفضل الله اتكلمنا خلي بالك على جزء الباست بيرفكت. تعال ناخد ملخص بسيط ولذيذ على مستر خلي بالك النوفل. خلي بالك من حاجة. القصة بتاعتنا اللي هي Around the World in 80 Days. Around the World in 80 Days كانت بتتكلم على حد جميل لذيذ اسمه فيليس فاج. مين الراجل ده؟ مين يا مستر؟ فيليس فاج. قلنا ان هو راجل كان معروف عنده punctuality، راجل مشهور قوي بالانضباط، راجل مشهور قوي ان هو يا مستر خلي بالك كل حاجة في حياته is measured by the clock. كل حاجة ماشية بالساعة. الراجل ده يا جماعة حياته صعبة قوي، هو راجل غني على فكرة، مش شغال حاجة، ما بيعملش حاجة، أهم حاجة في حياته اللي كل حاجة بالساعة بالمواعيد. طيب الحاجة الوحيدة اللي بيعملها على مدار اليوم اللي بيروح شوية كده يتمشى مع زمايله في حاجة اسمها ريفورم كلاب.
نادي الأغنياء، نادي الناس اللي معاها فلوس. وفي مرة من المرات بدأ يتضايق لأن his servant الخدام بتاعه أو الأولد servant خلي بالك مشي، سابه ليه؟ he couldn't endure ما قدرش يتحمل his strict schedule نظامه القارس، نظام المواعيد المستمر، وبدأ اللي هو يشوف خدام تاني وجاله واحد اسمه باسبورتيو وبدأ يعمل معاه الانترفيو وعينه معاه. وفي مرة من المرات لما كان قاعد زميلنا مستر فاج في الريفورم كلاب بدأ إن الناس تتكلم إن الدنيا بتتطور وإن بدأ يخترعوا الكلام ده زمان قناة سويس بدأوا اللي هم يفتتحوها وبدأ كمان يبقى فيه ترينز قطورة وبتاع وبدأ يحصل تحدي إن مستر فاج بيقول لهم اللي هو يقدر إنه يلف to travel around the world in 80 days يقدر يلف العالم في 80 يوم. وناس حصل بينهم أو بين مستر فوج وزمايله في الريفورم كلاب تشالنج تحدي أو بيت رهان على إيه؟ على 20,000 على 20,000 إن أنا هقدر ألف العالم وعمل كمان جدول وبدأ يعمل calculations حسابات لذلك. خلي بالك عايزك تقرأ الأسئلة بتاعت النوفل كويس، الموضوع بسيط، الأسئلة لذيذة هتوضح لك الأحداث كده. بفضل الله نكون وصلنا لنهاية مراجعتنا النهاردة. شد حيلكم ونشوفكم على خير.